صباح النور وصباح الفل وصباح الياسمين، ان شاء الله يا ربي رمضانكم مبروك، ينعاد عليكم بالخير والهناء. اليوم ان شاء الله بعضنا باش نعملوا سلسله من الاجبان. اليوم باش نعملوا جبن سيسيليان. عملنا ديجا نص ملح وعملنا الحلو، وديجا تلاحظوا اللي هنا مصلي على النبي التكستير كيفاش جات نتاعنا، القوام نتاعو مصلي على النبي. هنا ربينا هكا شويه، عملنا جويت، عملنا الخشين هوني معناها هذا نص ملح باش تستحفظوا به في الفريجيدير، يبقى لنا جمعتين اكثر معناها حتى ما يفسدش. هذا كيف خليته هكا ديجا ساك، تقدروا تستعملوه سلايت بيتزا لازاني، راهو يمشي في كل شيء. والجون تاعو بنين اللهم صل يعني بحاجه بيو فريشكه وطبيعيه. وتوا ننتقل مع بعضنا الى المقادير وكيفيه التحضير. صباح النور صباح الفل، ان شاء الله نهاركم زين يا ربي، ان شاء الله رمضانكم مبروك، ينعاد عليكم بالخير والهناء. ان شاء الله اليوم بعضنا باش نعملوا وصفه من سلسله الاجبان، لكن قبل ما نبدا الفيديو نتاعي نحب نبدا بالصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وكانك اول مره زرت القناه نتاعي فضلا وليس امر الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد. قبل كل شيء ديجا هنا خديت عندي هكا طنجره فارغه تكون هكا نظيفه امورها واضحه 5 خديت هكا كونتيتي نتاع حليب. بالنسبه لي انا هوني ديجا خديت معناها 11 لتر تاع حليب يكون بقري، معناها ماهوش معقم ديريكت عربي من البقره محلوب. ديجا هوني هكا مصفي حطيته في الطنجره نتاعي. اليوم ان شاء الله مع بعضنا باش نعمل جبن سيسيليان، لا اله الا الله رسول الله. انا باش نعمل حلو وش نوريكم معناها طريقه الحفظ نتاعو. معناها تنجم تعمل حلو، تحب تعملوا نص ملح مالح شويه رجع ليك انتي. توا شنو باش نعملوا؟ ديجا باش ناخذ فوق الغاز باش نحطو يسخن، لكن اليوم مانيش باش نعملو بالبريزير نتاع الجبن خاطر ديجا نعرف له مش متوفر في كل دار. هذيك علاش باش نعوضوا معناها بمكون اساسي ما ينقطعش معناها في اي دار تونسيه، اللي هو القارص وبيان الخل. تنجم معناها تستعمل الخل وبيان القارص والا البريزير. بالنسبه لي انا 3 موجودين، لكن انا باش نعمل اليوم بالقارص اسهل حاجه. تو ديجا باش نحط الحليب نتاعي فوق الغاز يسخن ونوصل لدرجه حراره معينه، معناها وقتها باش نضيفوا معناها الكميه نتاع جو دو سيترون اللي باش معناها تقوم لنا باش تخمر لنا بعمليه التخمير نتاع الجبن تاع الحليب يتخمر. توا معناها باش نحطه فوق الغاز ونوصل ميزموش يغلي الحليب، معناها تكون يديك نظيفه جوست هكا معناها ونسخن من يوصل دوغري معينه دو تمبيراتور تاع سخانه. صمم بسم الله وهكا ونحط صبعي الصغير باش نقيس السخانه. يلزمك معناها تستحملها ماكس ما تفوتش معناها انفيرون 40 ديجري سلسيوس، معناها تنجم تستحمل السخانه. وقتها باش نضيف كميه جو دو سيترون اللي باش معناها نخدم به الجبن نتاعي. وكيما تشوفوا هوني ديجا حطيته هكا فوق الغاز باش يسخن ونوصل معناها للتمبيراتور اللي حاجتي بها. نرجع لكم ان شاء الله. وهنا كيما تشوفوا نتاعنا الحليب نتاعنا سخن. بسم الله ديجا باش نجرب نقول لكم هكا. بسم الله الرحمن الرحيم. معناها الحراره نستحملها، ما يلزمش يكون معناها سخون برشا. ديجا خذيت هوني هنا نوريكم شطر كاس تاع عصير قارص. بسم الله باش نصبوه هكا. طيب باش نقص عليه الغاز، بسم الله الرحمن الرحيم. وباش نحركه بشويه اللين معناها يتفصل الجبن على الماء. ديجا تشوفوا معناها هذيك الزبده نتاع الحليب اللون الاصفر. بسم الله. توا ديجا باش نخليه تفصل معناها الجبن على الحليب. بشويه ديجا كان تلاحظوا معنا اللي هو بدا هكا يتكتل يتبدل. بسم الله ما شاء الله قرب لكم. طيب باش نخليه لين يكمل هكا بكله يتفصل الجبن. من بعد باش ناخذ هكا شاش تيله معناها منقبه. ديجا نوريكم هنا خديتها هيا حطيتها في الماء والملح تغلي باش معناها نعقمها. من بعد نعصرها باش نحطها في وسط صفايه وباش نصب فيها معناها الجبن بعد ما تفصل الجبن على الماء. وكما شوفوا لهنا ديجا معناها الحليب نتاعنا فصل هكا على الماء. بسم الله الرحمن الرحيم. للامانه اني زاجته معناها عصره معناها نتاع قارص، معناها خديت كعبه اخرى نتاع قارص خاطر ما شاء الله الكميه برشا. توا ديجا تلاحظوا اللي معناها الجبن فصل على الماء قرب لكم. شوف معناها هذاك الماء الاصفر. بسم الله. توا خديت معناها الشاشه نتاعي بعد ما عقمتها غلطت في الماء والملح. توا حطيتها في وسط صفيه وباش نفرغ الجبن نتاعي ونخليه يستقطر.
وهنا كيف تشوفوا بعدنا سي بعد معناها ما استقطرت الجبن نتاعي حطيته هكا في وسط التيله. توا باش نغطيه التيله هذه ونحط عليه حاجه رزينه، معناها كان عندكم دبو زماء والا اي حاجه معناها تحطوها هكايا فوقه. ديجا انا باش نغطيه ونحط صحن ونحط عليه حاجه ثقيله باش يستقطر مليح. نتوما كان تحبوه شايح كومبليتمون معناها ماهوش رطب معناها تخلوه ليله كامله. كان معناها تحبوه موين هاكا معناها بين 12 ساعه 6 سوايع 8 سوايع، انتوما معناها عينكم ميزانكم ديجا تشوفوا معناها اسكو مازال يستقطر في الماء في القاع نتاع الكاسرول والا لا. توا ديجا قلت ربي نرجع لكم ان شاء الله في التقديم الصحن النهائي. وكيما نشوفوا هنا ما بعدنا سايين بعد هكا ما رجعت عليها التيله غطيتها حطيتها فوقها صحن بالله. تو باش نثقل عليها حاجه رزينه ونخليها تستقطر. وهنا ديجا معناها نشوفوا اللي الجبن نتاعنا استقطر وحضر الله مصلي على النبي. نقرب لكم تشوفوا التكستير نتاعو ديجا قلبت معناها المرسول باش تشوفوه مليح مصلي على النبي جاي. توا ديجا شنو باش نعملوا له. خديت هنا عندي محلول ملحي طرف ماء وملح. نقرب لكم الكاميرا تشوفوا ديجا عليها هكا سمع عقاب شويه نتاع ملح في لا محمد رسول الله في البواط اللي باش نستحفظ بها. تنجموا تخليوه هكا ساك معناها اما دو بريفيرونس باش يدوم لكم ما يصفرش لونه ما يشيحش. يا اما تاخذوا معناها شويه كونتيتي نتاع ماء من اللي يستقطر معناها من المحلول اللي معناها نتاع الجبن معناها اللي فصلناه الحليب معناها كي الجبن تفصل على الحليب بقى كان الماء. تنجموا تزيدوه شويه ملح وتقصوا المرصوات وتسقطوا فيه الجبن نتاعنا وحطوه في الفريجيدير يبقى بالجمعتين بالاكثر ما يصير له حتى شيء. وبيان تاخذوا ماء نظيف كيف من هكا فيه شويه ملح باش يولينا هذايا. يا اما تحبوه مالح تكثروا الكونتيتي وبيان نص ملح معناها تحطوا كونتيتي موين نتاع ملح. وتو ديجا باش نقصوا ترانشيت ونسقطوا في وسط الماء باش يبقى لي ديما ارتب وما يشيحليش وما يصفرش وميم طون يصبر. تنجموا تهكوه معناها بكعب فلفل اكحل وبيان معناها بشويه كليل اخضر شويه يرجع لكم انتوما ميلي. انا باش نخليها هكا معناها ناتر. تو باش نقصوا ترانشيت ونسقطوا في وسط لا اله الا الله محمد رسول الله في وسط الماء نتاعي ونرجع لكم ان شاء الله. وتوا نوصلوا نهايه الفيديو نتاعنا. الجبن نتاعنا حضر الله مصلي على النبي. ديجا نوريكم هون ديجا خديت كونتيتي معناها نتاع محلول ملحي ماء وملح قصيت ترونشيت معناها وحطيته في وسطه معناها باش توا نغلقوا مليح نسكروا ونحطوا في الفريجيدير. اللي ديجا خديت منه معناها كيما تراو هكا ربيت معناها شويه جويد وشويه هكا خشيت معناها راهو يتربى لبس عليه ما يتفترش الامور واضحه. نقرب لكم ناخذ التكستير نتاعو مصلي على النبي. تنجموا تقصوه في السلايط تستعملوه في البيتزا في كل شيء راهو يجيكم معناها بالحق بنين برشا ويتمغط زاده يتجبد وامي مطوم حاجه صحيه وبيو معناها نخدم على عينينا ونضيف له برودوي شيميك لحد شيء. وان شاء الله توا تعجبكم الروسيت وبقى لي باش نخليكم في امان الله. اللي ملتقانا في فيديو قادم وان شاء الله رمضانكم مبروك.